كان في لسه صوره فاتت من كانت الغوري وانت بتدرب لا مش دي كانت قبليها في الاستوديو بالظبط عندي بالظبط. ده مش في مصر، ده بره. لا بره. بس احنا جيت مصر 2011 عملنا حاجات في مصر. نفس الكورسات دي عملتها وجبت الشركات بالمعدات بتاعتهم. الكلام ده كان قبل الثوره يعني. وقعدت يعني انا محافظ ان انا اجي مصر عشان بس انت مش مقيم، ده واجب عليا، مش مقيم في مصر. بس حاليا انا بدرس في جامعه الاهرام الكنديه، مخلص كورس بتاع تصوير صحفي لاعلام، كليه اعلام. وحتى خد المشروع التخرج بتاعهم جائزه احسن مشروع على مستوى الكليه. فيعني بحب اجي مصر طبعا، لازم في مشاريع فنيه ناوي تعملها او تنفذها في مصر ان شاء الله. طبعا انا تم ترشيحي ان انا اكون رئيس امبريا بلينالي في ايطاليا ان شاء الله في شهر مايو في 2016. اوكي، فده هيخلينا فرصه شويه او يتيح لي فرصه بصفتي مصري عنصري، يعني مصري عربي عنصري ان انا اخلي الجزء بتاع طبعا المشاركه على مستوى مصر والوطن العربي اكبر ما يكون بما يتماشى مع الثوابت بتاعه البلينالي، ان هيكون في 5 محافظات في ايطاليا، وحدث مهم قوي. فان شاء الله ده على القريب العاجل يعني ان شاء الله. ارجع بقى للإيديت او الإيديت. انتوا انت يعني بتحب يبقى في شغل في الصوره، ولا بتحب الصوره يبقى قدر الامكان انت مخلصها من غير ما تيجي ناحيتها؟ لا انا مش، لانه بقى فن تاني مختلف الإيديت نفسه. بالظبط. بص، لو بنتكلم على فوتوغرافي تصوير، فانت الإيديت ده متاح ليك في صناعات معينه. الصناعات دي لازم تتكلم اللغه بتاعتها، الترند بتاعها، زي الفاشن او مثلا الفود فوتوغرافي او الحاجات اللي فيها اندستري. غير كده انت يعني حتى دول يعني لازم تعمل كله في اللوكيشن بتاعك. انا مع الإيديت ان يديني حاله مختلفه، يديني حاله فنيه. اوكي، مش يعدل لي وان انت مجرد ما بتفتح الصوره مهما كانت الجوده بتاعتها على اي برنامج إيديت، اول ما بتمسك اول اوبشن الكواليتي بتروح نازله منك. اوكي، فانت طبعا وعمر ما حاجه بتتعمل ببرنامج إيديت مهما كان زي اللي انت بتاخدها بطبيعتها في الصوره، استحاله تتساوى. فانا مش من مدرسه قوي ان انا اعمل إيديت لان هو يصلح اخطاء تصوير. يديني حاله فنيه، اوكي فاين، عندي حاجات كتيره فيها إيديت، بس مديها لك حاله فنيه، حاله مختلفه عن بالظبط. مش انه يصحح خطا في الصوره. وانتوا هنا المعايير دي بتحكمكم حتى لما بتبقى في لجان تحكيم او كده؟ في اصل في طبعا في بس هو في مسابقات بتسمح بالإيديت، بس الفكره انت حتى بعد الإيديت انت بتعرف هو فين التصوير وفين الإيديت يعني. لو هو عمل مصور كويس هيبان في الإيديت بتاعه، فلسه موجوده تعرف تشوفها. طيب خليني اسالك بقى على حاجه تانية، ودي بتهيألي كل الناس ممكن تكون بتستخدمها او يعني بتمر عليها. ازاي ممكن مواطن، يعني نصيحه للمواطنين العاديين جدا مش لازم الصحفيين، الموبايل ازاي ممكن انا كمواطن مثلا شفت واقعه في الشارع عايزه اصورها، فازاي بقى هنا التدريب، او هل في تدريب معين لاستخدام التصوير من خلال التليفون؟ بالظبط. بصي، هو يعني من لغه العصر دلوقتي التليفون انت تصوري بيه كل حاجه فيديو، ودخل عندكم يمكن في مجال الصحافه بشكل كبير بتعتمدوا عليه في قناه التلفزيون طبعا كتير. حتى الكواليتي بتاعته بقت قليله، بس انت بتعتمد له لتوثيق حدث طبعا معين. طبعا. فتخيل لو الشخص اللي بيوثق لك حدث ده وثقه لك بشكل اوضح من اللي مديهولك، فبالتالي بيفرق في قوه الخبر، صحيح، مردودها على الناس، وبيفرق عند المشاهد. صحيح، بالظبط. فده عشان كده احنا بنعمل الكورسات بتاعه التصوير بالموبايلات. تصوير بالموبايل بالظبط. هو موضوع بسيط، ده بقى له مهرجانات سينما الموبايل حتى بقى، يعني في ناس بتعمل افلام بالموبايل. في بلاد فيها شوارع محطوط عليها يوني بولز ويقول لك دي متصوره بموبايل كذا، مش عايز اقول عشان الاعلانات، موبايل كذا بتحط على اليوني بول. هي الفكره بس انت تعرف انت المفروض تشوف ايه وتحطه ازاي في الفريم، وازاي التقنيات بتاعه الموبايل. يعني مثلا الناس بتطلع الموبايل بتدوس تصوير خلاص. طب يعني معظم التليفونات فيها ان انت تدوس على المكان اللي انت عايزه يطلع واضح بصباعك، تعمل ضغطه بصباعك فيحصل الفوكس هناك. يعني الضغطه بتفرق. طبعا. فاول حاجه انا بنقل لك اهو الفوتج بتاعك او الصوره بتاعتك واضحه كلير، هتعرف تشوفها. اوكي. يعني مش عايز اخش في تقنيات قوي، بس هي كلها تلاقيها حاجات بالمنظر ده عشان بتختلف من موبايل لموبايل. الفريمنج بتاعك، ايدك عامله ازاي، تمسكه ازاي، لو عايز تاخد سيلفي حتى ازاي تهندل السيلفي. ممكن تستخدم مثلا تايمر عشان ما يخليكش ايدك تتهز ويدي لك مساحه ان انت تطول الزاويه شويه. كل ما تطلع فوق 45 بيدي اللي وراك. الناس بيعملوا سيلفي وهو طالع في
في الاول والباقيين طالعين حواليه. هو البطل. بالظبط يعني. اوكي فاين، بس لازم تطلع كمان ناس معاك يعني. بالظبط. فطبعا حاجه فالid جدا يعني. طب خالد، اخر سؤال عايزه اساله لك. هو موضوع بقى في بعض الناس بيقولوا ان مثلا وشك فوتوجينيك هتطلع حلو في الصور، وناس ثانيه بنقول لهم ان انتوا عشان وشكم مش فوتوجينيك فانتوا الصوره مش طالعين فيها حلو. هل ده كلام حقيقي ولا الرك كله بيرجع على المصور ان هو يطلع الشخص فعلا حلو وشكله طالع احلى حتى من الحقيقه؟ اوكي بس هو الموضوع بسيط. انت لو بتصوري حاجه جميله هتطلع حلوه، لو بتصوري حاجه جميله هتطلع حلو، لو بتصوري حاجه مش جميله هتعرفي تحسنيها شويه، لان في النهايه مش تبقى جميله. فالسبجكت مطلوب. بس انا عايز اقول مش بس الفوتوجينيك هم اللي بيتصوروا، هو كل حد ليه زاويه من وشه بتبقى السوبر ستار بتاعته. هو بيقعدوا يتريقوا علينا لما نقف نقول لهم بنحب نصور بجنبنا الشمال، يقولوا لنا انتوا البنات عليكم حاجات. لا يبقى هو المصور مش فاهم ان هو وظيفته ان هو يقول لك ويوري لك انهي احسن زاويه ليك. بالظبط. ولو انت حد ممتهن الموضوع ممثل او انت بتبقى عارف الكلام ده، دي حاجه. الناس الفوتوجينيك دول من اي حته بيطلعوا كويس. هو ده الفرق بس. طب بيبقى ازاي يعني ازاي ممكن دي تفرق؟ فيتشرز دي يعني دي مكونات وشك. طب وانا وخالد ايه طيب؟ بصراحه مش هنزعل. انت فوتوجينيك الحاجات منحوته، خالد شويه عشان عنده الكيرف هنا زي عندي انا، فخالد في زوايا هيبقى لافف فيها. اوكي، انما انت وشك اكتر الحاجات اللي فيه واضحه. مبروك كده. لا ما انت خالد احنا قلنا فوتوجينيك بس يعني 85%، بس دول انا وانت محتاجين نخسسهم شويه عشان نبقى فوتوجينيك من اي حته، ما نبقاش ده الفرق يعني. طيب في حاجه اخيره تحب تقولها؟ هو الحقيقه الفقره ممتعه جدا بس في نشره بقى وكده. ما انا عارف انا احب اشكركم بجد. لا بالعكس، احب اشكرك جدا ونورتنا والله. انا عارف البرنامج بتاعك كله اخبار وسياسه وكده. لا بيبقى معانا. لا بالعكس، احنا بنحب طول الوقت يبقى معانا حاجات لطيفه احنا بنحبها وكمان الناس بيحبوها. طب انا اقول حاجه بسيطه طبعا جدا. يعني ان موضوع العلم ده مهم قوي للناس، وناس كتير عايزه تروح تتعلم مش عارفه تروح تتعلم فين، وناس كتير بتاخد الكاميرات وتقول انا هخش على اليوتيوب والكلام ده. فانا بقول لا، لو سمحتوا لازم نتعلم، لازم ناخد كورس. وللناس القائمين على موضوع التصوير هنا او الجروبس اللي شغاله في تصوير، اقول بس حبوا بعض شويه، شاركوا المعلومه ارجوكم. يعني شاركوا المعلومه زي ما خدتوها 100%. ما تنقصوش منها عشان احنا محتاجين ده في الوطن العربي شويه. حلو قوي اللي انت بتقوله ده جدا والله. عشان مستوانا احنا اللي اخترعنا حلو جدا اللي انت بتقوله ده. ما ينفعش يبقى بس الغرب بالمناسبه مش في مجموعات التصوير بس، هو للاسف هو في كل فكره مشاركه المعلومه ثقافه غايبه جدا، لان كل حد عنده حاجه متخيل انه يقدر وعشان كده كلنا هنبقى تحت للاسف بسبب الموضوع ده. يعني ربنا سبحانه مش هيبارك في الموضوع. وثقافه محاربه الشخص اللي عنده قدره على النجاح والشخص الناجح حتى يسقط، دي برضو للاسف موجوده الى حد ما في ثقافتنا، لكن بالعكس بره بيشجعوا الانسان عشان يوصل. فنتمنى فعلا الثقافات دي يعني نتخلص منها باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا خالد ابو الدهب، المصور المصري العالمي يعني مشرفنا الحقيقه. نورتنا يا خالد، وزي ما خالد قال انت فعلا من الناس اللي مشرفانا في الخارج حقيقي. اي شخص ناجح مصري في الخارج بيحقق نفسه، ده شرف لينا كلنا. مشاهدينا كده كمان احنا نقدر نقول ان حلقتنا خلصت. ان شاء الله هيبقى في بكره حلقه جديده، هكون معاكم خالد تليمه وفاطمه النجدي.